تخيل تكون تاجر وتخسر كل فلوسك وتبقى وحيد في بلد غريبة. ده اللي حصل مع زينو القبرصي حوالي سنة 300 قبل الميلاد. تاجر غني تجارته كلها غرقت وبقى فاضي من كل حاجة، بس هو استفاد من الأزمة، دخل مكتبة وبدأ يقرأ عن سقراط وتعلم وفهم وبقى أول مؤسس للفلسفة الرواقية. رغم إننا بنستخدم كلمة ستويك ونقصد بيها حد هادي ومش بيتأثر، الرواقيين كانوا مشروع حياة كامل. بيقولوا إن الكون فيه نظام منطقي اسمه لوجوس، وإننا ممكن ما ناخدش كل الأحداث بس نقدر نتحكم في رد الفعل. الرواقية بتعتمد على 4 فضائل: الحكمة العملية، إنك تواجه الواقع بعقل هادي، الاعتدال، ما تبقاش في أي حاجة زيادة عن اللزوم، العدالة، تعامل الناس بإنسانية حتى لو أخطأوا، الشجاعة مش بس في الحرب كمان في حياتك اليومية. سينيكا قال أحيانا مجرد إنك تعيش هو فعل شجاع. وماركوس أوروليوس استخدم الرواقية عشان يقود الإمبراطورية وسط الحروب وفقد عيلته. بعدين كمل مانديلا واستلهمه برضه. إبيكتيتوس قال جملة الناس لحد دلوقتي لسه بتستعملها، إن إحنا ما بنعانيش من الأحداث، إحنا كمان بنعاني من الحكم عليها. يعني الألم مش من اللي بيحصل، ده من تفسيرنا ليه. لو محتاج تبقى قوي ابتدي تسيطر على نفسك مش على الظروف. الرواقية مش بس مقاومة، هي تعليم النفس تواجه الحياة وتتحسن فيها.